يلا بينا بقى النهاردة نعمل مع بعض كيك شتوي بجد خطير ويوديك في حتة تانية. جبت البولة بتاعتي وهنزل فيها بحوالي 3 بيضات، وهنزل فيها بظرف من الفانيليا وكوباية من السكر. السكر البني ده سكر نزلت عليه بسكر من جوز الهند. لو مش متوفر عندك انزلي بكوباية سكر عادي خالص. هبدأ انزل كمان عليهم بكوباية من الا ربع من الزبدة او السمنة المتوفر عندك، وكمان رشة من القرفة. هقلب كويس جدا، وبعد ما هقلب هنزل عليهم بكوباية من الدقيق منخول، ونص كوبايه من دقيق المكسرات. لو مش متوفر تقدري تحطي نص كوبايه من الدقيق العادي خالص. وهنزل كمان عليهم بظرف من البيكنج باودر، وهقلب كده كله مع بعضه. زي ما انتوا شايفين معايا القوام والخليط عامل ازاي. احنا لحد دلوقتي ما نزلناش لسه باللبن. هبدا بس اقلب كويس. هجيب بقى معايا شويه من المكسرات، وده اختياري طبعا. هبدا اقلبهم كده وادخلهم في بعض، ومعايا هنا حوالي نص كوبايه من اللبن. هبدا انزل شويه بشويه لحد ما الاقي القوام ظبط معايا. هيبقى تمام زي ما انتوا شايفين. وهبدأ انزل بباقي اللبن معايا. هي تاخد النص كوبايه لبن. وبعد كده انا طبعا من اول ما بدأت شغلت الفرن على درجة حرارة 180 علشان الفرن يسخن معايا، وده كان القوام بتاعي. هبدأ احضر بقى القالب او الصينية اللي انا هستخدمها. انا حطيت ورقة زبدة، وكمان دهنت زبدة او سمنة على ورقة الزبدة برضو، علشان مش دايما ورق الزبدة اللي بنجيبه بيكون كويس. جبت تفاحة وقطعتها كده شرايح بالشكل وهبدأ ارصها كده كله كده جنب بعض. مش قادرة اوصف لكم بقى التفاح مع الكيك والقرفة والعين الجمل والمكسرات عموما بتبقى حاجة كده تجنن. بعد ما رصيت التفاح بتاعي جبت معلقة من السكر وعليها رشة من القرفة، وهبدأ ارش السكر بالقرفة معايا على الوش. بيدي ريحة كده ولون بيبقى خطير قوي. هبدأ كده ارش السكر معايا على وش الكيك. الكيك دي ما بتقعدش معايا اي وقت خالص، من 35 ل 40 دقيقة في الفرن، طبعا على حسب الفرن بتاعك. ده كان شكلها اول ما خرجت. يفضل طبعا ان هي تبرد وبعد كده تتقطع. انا بصراحة ما صبرتش عليها. زي ما انتوا شايفين معايا الدخان طالع، بس حقيقي بجد قلبت ريحة البيت. ريحة القرفة وريحة التفاح وكمان المكسرات وعين الجمل، حاجة كده بجد تجنن. الكيكة طرية وهشة وطعمها خطير. مش قادرة اوصف لكم، هي سخنة مولعة جدا بس بجد طعمها رهيب. لازم تجربوها، ريحتها وشكلها وطعمها بجد يستاهلوا بقكم. الوصفة بجد ما تتفوتش بتفاحة. لو عندك تفاحية وشوية مكونات صغيرة اللي هي موجودة في اي بيت تقدري انك تستخدميها. مش قادرة اوصف لكم، هتطلعي كيكة في منتهى الجمال بجد. تقدري تقدميها مع صوص الكراميل. اللي جربوها وهستنى رأيكم يا حلوين، والف هنا.